يعني نص أكتوبر. بنات شفتوا ترند الهالوين الجديد، في شخصيات جديدة عملوها. ايوه انا شفت الازياء والشخصيات الجديده عاملين حاجات حلوه قوي. في ناس عملوا شخصيه الغزاله في لعبه 99 يوم في الغابه، بس بصراحه بيبقى شكلهم كيوت اكتر مما هم شكلهم مرعب. ايوه لما بشوفهم بضحك. السنه اللي فاتت كانوا بيعملوا حاجات مرعبه اكتر. طيب ما ايه رأيكم نعمل احنا الحاجات المرعبة؟ فتون والنبي اسكتي، عشان اخر مره كنا هندوه وهنبقى مشردين لولا عمو اللي ساعدنا نروح البيت وكله بسببك قال جهاز الاشباح، وقعدنا ندور على الاشباح لحد ما تهنا. لو سمحتي بقى مسمحلكيش، الشبح اصلا كانت خطته من البداية ان هو يتوهنا، يعني هو عمل كده عن قصد. والله بجد شبح ايه ده يا فتون اللي عايزه توهنا ده؟ يبقى ده شبح رايق عشان يفضل ماشي بينا كل ده. وبصراحه بقى انا بلقح عليك عشان انتي اصلا واحده فاضيه وبتصرفي فلوسك على حاجات تافهه. بس المرة دي غير اي مرة، ده انا هموتكم من الرعب. رعبة ولا ضحك، لان ازياء الهالوين بتاعتك بتبقى الحاجه الوحيده اللي مصبرانا على هبلك. طب انتوا تسمعوني ولا هتفضلوا تتريقوا؟ ابدعينا يا فنانه، هتودينا في انهي مصيبه المره دي؟ تمام، هعديها بمزاجي وهعمل نفسي ما سمعتش من بعد يا فنانة. المهم بقى، بمناسبة ان هالوين ورعب وكده، في مدينة مهجورة اسمها شابون، مفيش ولا بيت فيها مسكون من البشر، ومفيش مخلوق بيخش فيها عشان الجو فيها مش مروح وكده. واحنا بقى اللي مقطعين السمكه وديلها وهنخش؟ ده على اساس ان الكلام ده بجد اصلا. انتوا بتتريقوا؟ طب على فكرة بقى الموضوع ده بجد، واساسا المدينة بتاعت البوابة مقفولة علشان خطر، فهنجيب سلم. مقفوله؟ قصدك الحكومه اللي قافلاها؟ واول لما حد بيخش هم ملهمش دعوة بقى خرج ولا اختفى جوه ولا حصل له ايه، هم عاملين اللي عليهم وقافلين البوابات. تفتكري يا ناتالي الموضوع ده بجد؟ لا، ما هي كده دايما. فاكر لما قالت هنا على البيت المسكون وفي الاخر دخلنا البيت المسكون فعلا بس في الملاهي؟ اهو على رأيك والله. هتروحي بجد يا فتون؟ ايوه انا مش بهزر، هتيجوا؟ اكيد طبعا، هو الهالوين ليه لازمه من غير الاكشن بتاعك؟ وهي جت عليا يعني جاية معاكم. عاملة نفسها شجاعة قوي وبتحب المغامرات قوي، وناتالي اللي عايشة دول مش دورها اصلا. كلهم مستفزين، هما ما يستحقوش اصلا كل اللي هما فيه. بس ماشي، انا هحطهم في مكانهم في قبرهم. عندي خطة. اول لما نروح المدينة هستنى الليل وهمثل بقى ان انا عاوزة امشي وكده، وفجأة هطعنهم. هبقى ادفن السكينة ولا ارميها في اي بيت مهجور. وبعديها هرجع المدينة تاني وانا عاملة نفسي مرعوبة، واقول بقى ان الاشباح هما اللي في المدينة اللي قتلوهم، وان انا هربت باعجوبة. وبعد ما فتون وناتالي يغوروا هكون انا رقم واحد من تاني. محدش هيسرق مني الالقاب بعد كده. ترى ايه رأيكم، هي دي مدينة. ايه ده؟ هي مهجورة بجد ولا ايه؟ ايه ده يا فتون؟ فين الملاهي؟ المكان ده شكله بجد. هو انا بس اللي حاسه ان الجو برد ولا في ايه؟ لا، ما هي المدينة ليها هوا يرد الروح كده. قصدك يردها لنا خلقها؟ ايه ده يا ستي؟ ده الجو في المقابر مش مرعب كده. هو انتوا ايه ده، انتوا اللي عجبكم لا ده ولا ده؟ احنا خلاص جينا هنا وبقالنا اكتر من ساعتين في الطريق، يعني هنكمل يعني هنكمل. ماشي، بس انا قايله لماما ان انا رايحه معاكي في بال الهالوين بتاعك. اتمنى ان انا ارجع عليها تاني لو سمحتي. يعني هو انا هخطفك؟ يلا ورايا يا بنات. في بيت هناك في الاخر، يلا بينا. لسه واكله ايه؟ احنا اصلا قعدنا ساعتين في الطريق، يعني زمانك هضمتي وخلصتي. شفتوا مفيش اي حاجه ترعب، انتوا اللي جبانين. تعالوا يلا نستكشف. يا ستي بقى قاعده تنططي تتنططي، ما تهدي بقى شويه. والله هيطلع عفريت وهياكلك دلوقتي. الله، في ورقه. ايه ده؟ دي صوره بس تقريبا كده هي من العصر الحجري. بصوا يا بنات. ايه ده؟ مين البنت دي؟ شكلها كيوت بس صورة ابيض واسود ومتقطعة. تلاقيها البنت اللي كانت ساكنة هنا قبل ما نيجي واحنا بنطفل على بيتها. المسكينة مش قافلة بيتها بالمفتاح.
هي شفنا الصورة، يلا بقى نخرج. ناتالي اقفلي بقها بدل ما والله هربطها وحطها على أقرب سرير ونمشي ونسيبها. على الأقل خايفة على راحتي وهتحطيني على سرير. ايه ده؟ هو مش ده صوت الخشب لما نمشي هناك؟ في ايه؟ تلاقيها قطة، يلا نروح نشوف. قطتي دي اللي هتبقى في المكان ده انا من ساعة ما كنت مشفتش غير غراب، وكل اللي موجود خفافيش وعناكب. طب ما يمكن حاجة وقعت، مش مهم، يلا نكمل استكشاف. مش مهم، وهي اصلا رايحة لصوت على اساس ان احنا ما اخدناش بالنا. يلا نروح وراها، ولو طلع عفريت ندي لفتون ونحنا نمشي بقى. يا دي شكلها أوضة البنت. بصوا يا بنات، في فستان، يمكن ده الفستان بتاعها. فتون بلاش تمسكي حاجة من هنا، شكلها حاجات قديمة ومليانة تراب. اه فعلا بلاش، ومين اصلا هيسيب كل ده ويمشي؟ شكل البيت ده مقفول من سنين طويلة. اهدوا كده عشان انا لمحت حاجة. ايه ده؟ لعبة. شايفين يا بنات العروسة دي شكلها كيوت رغم ان هي عيونها مرعبة شوية. لا سيبيها يا فتون، كل افلام الرعب بتبدأ بكده بالظبط. ايه في ايه؟ عليها عنكبوت. والله العظيم لو البتاعة دي اتحركت انا ممكن ازقك مكانها واطلع اجري. يا جماعة ما تخافوش، دمية ايدي اللي تتحرك بس. خوفتوني على الفاضي. انا الدمية، وبقول لكم ان انا البنت اللي كانت هنا قبل ما الفضوليين دول يجوا ويتطفلوا على بيتي. بس ده خلاص بقى، مش ناقصني كوابيس الليلة دي. اعتقد ان في قطة عدت من هنا فعلا. قلت لك سيبي العروسة يا فتون. يمكن الهوا هنا تقيل. ويا ترى النور بيرعش ليه؟ يا بنات انا مش بحب الهزار ده، خلاص. رجعوا الصورة. انتوا سمعتوا اللي انا سمعته؟ ايوه انا سمعت صوت. قلت ايه؟ لا اذا كان كده فاتفضلي يا دمية يا حبيبتي، اقعدي على الارض وسيبيني بقى انا ابعد شوية. في الاوقات اللي زي دي انا بقدر المساحة الشخصية جدا. هي بتتحرك ولا انا بيتهيألي؟ يا نهار اسود، ايه البتاعة دي بتتحرك؟ فتون انتي السبب، اتفضلي بقى صلحي اللي انتي عملتيه ده. لازم نرجع الصورة، يمكن هي دي البنت اللي في الصورة. والله عليكي شوية حكم، تصدقي كنا هنقعد نلعب هنا مع العروسة لما كنتيش قلتي. يا ستي بقى، يعني هو ده وقت تهزري؟ يلا ننزل نرجعها بسرعة احسن مما نبقى احسن شرب بشر دلوقتي. لا ما انا مش فاهمة، هي ايه عفريتة المتقلبة المزاج دي؟ قالوا تحطوا الصورة ودلوقتي بقى الدرج مش بيفتح، مش يمكن كان قصدها صلحوا ماسورة؟ انت متأكدة يا سيرين ان هي ما قالتش صلحوا ماسورة؟ الماسورة دي اللي انا هكسرها فوق دماغك، هو انتي عبيطة؟ وسعي كده انا هفتحه. لا لا لا، ما تكسريش حاجة لحسن تخلينا نصلحها بجد. طب وهنعمل ايه دلوقتي؟ اكيد العفريتة هي اللي مخبياه. جماعة هو احنا ممكن نختار لها اسم غير عفريتة؟ يعني اصل هي بنت برضو هتتضايق، فاهمين؟ نسميها امشي امشي يا فتون من وشي، ودوري معانا على المفتاح عشان ما اربطكيش واسلمك للعفريتة. نسميها قال. براحتكم، انا كنت بس بحاول ان انا ما اخليهاش تتعصب اكتر. ايه ده؟ هو انتوا حطيتوني في الاول ليه؟ لا شكرا.
يا لهوي يا لهوي هموت. ما تسكتي بقى لما تشوف العروسة دي عاوزة ايه. يلا يا فتون روحي شوفي الورقة. ليه وانا مالي؟ انا عن نفسي عاجبني قوي الدرج هنا، هفضل جنبه. الله التربة الناشفة دي. يا بنات هي لو كانت عايزة تخلص عينة كانت عملتها من زمان. روحي يلا يا فتون شوفي هي كاتبة ايه. منكم لله والله لو مت. بس ما تحلفيش، ما انتي لو متي مش هتعرفي تعملي حاجة اصلا. بس اوعدك هعمل لك جنازة 3 ايام. انا ليالي. وايه خطك وحش يا ليالي؟ مش شايفة. المهم انا ليالي ومحتاجة مساعدتكم، ما تخافوش مني، انا مش هأذيكم، انا روح طيبة ومحتاجة اتحرر. قصتي طويلة قوي وكل اللي انا محتاجاه انكم تودوني المقابر وتحطوني جنب المقبرة مع الصورة. وانا ايه اللي يوديني المقبرة يا ليالي؟ لا ده فخ، ازاي يعني هي مش عارفة تروح المقبرة لوحدها؟ ما هي بتمشي. حسني خطك المرة الجاية يا ليالي عشان مش بعرف اقرأ. تمام انا محبوسة جوه البيت ده عشان اللي حصل كان هنا، اتقتلت وانا هنا، واللي قتلتني كانت صاحبتي. تفتكري يا فتون هتخلينا ألعاب زي الليالي؟ لا دي عبيطة اصلا. كانت اقرب صاحبة ليا وده اللي هي وهمتني بيه قبل ما تقتلني. قتلتني لانها كانت غيورة وحقودة. الصحاب دي يا ليالي متختاري عدل بقى. نرجع لموضوعنا. قتلتني بسبب الغيرة لان انا كنت احسن منها دايما وهيئتها لي بنفسها قبل ما اموت. انا دايما رقم 2 بسببك، ولو واحد مش موجود 2 هيبقى في مكانه. يا حرام صعبتي عليا قوي. خلاص انا هساعدك بس احلفنا لو لمستك مش هتلبس. انت عبيطة يا فتون، ما هي كان زمانها اتكلمت من زمان، ما هي بقها مش موجود. أنا كمان هساعدها، ما أعتقدش إنها هتأذينا، هي بس محتاجانا عشان روحها تتحرر. خلاص يا بنات اهدوا، احنا هنروح المقابر ونحطها هناك وبعد كده كل حاجة هترجع زي الاول، في نفس الوقت هنكون حررنا روح. زي الاول؟ هو انت متأكدة ان احنا هنرجع اصلا؟ ما تقلقيش هنرجع، بس خلينا نخلص بسرعة قبل ما الدنيا تضلم أكتر. انا مش فاهمة ليه كل حاجة هنا بايظة، حتى النور بيخاف يفضل شغال. يمكن المدينة بتحاول تخلينا نوصل او العكس. هندخل من هنا بس بسرعة. انا اخر واحدة هدخل عشان لو حاجة حصلت اعرف اجري. احلى حاجة فيك ان انتي ممكن تضحي بنفسك علشاننا. بصوا يا بنات هناك، يمكن هناك مكتوب اسمها. حاسة ان كمان المكان ده مختلف. يمكن دي المقبرة بتاعتها فعلا. يلا باي باي يا عروسة. اتمنى بقى ان ليلى تكون ارتاحت كده. شكرا، بس انتوا كنتوا متأخرين. انا هرتاح، بس لسه في حاجة ناقصة. ناقصة تاني؟ في ايه ناقص؟ اللي قتلتني لسه هنا. يا نهار اسود، وهي مين اللي قتلتك يا ليالي؟ كانت صاحبتي، بس انا شايفاها دلوقتي. ايه ده؟ انتي بتبصي لي كده ليه؟ انتي في زمن تاني، في حياة تانية. ايه ده يا ليالي؟ انت بتقولي ايه؟ ما تنسوش اللعنة ما بتموتش، هي بتتكرر. لا لا مش انا معرفهاش، انا ما عملتش حاجة. كنتي نفس العين، نفس الغيرة، بس شكل جديد. وزي ما فتونونا دول يساعدوني، انا كمان هساعدهم ومش هخلي حد يعاني زيي بسبب واحدة غيورة زيك. فتون وشها. اجري امسكي ايدي واجري. وبكده حررنا روح كان في داهية روح تانية، صاحبتنا اللي ما كانتش فعلا في محل الثقة. يمكن ده كان درس اتعلمنا منه ان احنا نختار صحابنا صح. الجانب الحلو ان انا عرفت مين صاحبتي اللي بجد ومين اللي كانت الغيرة بتاكلها بصمت.